تعالوا بقى كده نرجع بالزمن الجميل ونعمل أكلة ما يعرفهاش إلا العظماء. بجد أكلة التوفير مش كلام، ده حقيقة بجد. تعالوا كده نسمي الله ونصلي على الرسول. معنا كده ربع كيلو فول من الفول المدشوش، هننزل عليه بمية كده ونغسله حلو، وبعد كده هننزل عليه بمية سخنة ونركنه كده نص ساعة ساعة على جنب لحد ما نعمل التسبيكة بتاعتنا. معانا معلقة زبدة أو سمن زي ما تحبي، هننزل عليها بشوية زيت كده مش كتير، ويلا بقى بصلتين مفرومين كده زي ما انتي شايفة ناعم، عليهم فصين توم، وهننزل بالشكل ده كده. قلبيهم كويس عشان هنعمل تسبيكة حلوة. معلقة من البابريكا انزلي كده عليها وقلبي. هتكوني مجهزة الطماطم بتاعتك ضربها في الخلاط، وانزلي كده بالطماطم الفريش بتاعتك. ايوه كده. معلقة هريسة، ودي هريسة شطة عاملينها في البيت، رشة من الكزبرة الناشفة. ايوه كده. معلقة سكر عشان حموضة الطماطم، وتاكلي براحتك يا ست الكل. اديها تقليبة حلوة. ايوه كده. هنسيبها بقى تتسبك براحتها. هتتسبك معانا وهتبقى بالشكل ده. قلبي كده، شوفي جمالها عاملة ازاي. تسبيكة حمرا معانا والصلصة جميلة. يلا بقى هاتي الفول صفيه من المية اللي كان فيها وانزلي بالفول كده معاكي. واللي هيعرف اسم الأكلة ديك هيبقى فعلا هو اللي كلها وهو اللي يعرفها. طبعا أمهاتنا كانت بتعملها زمان، وما كانوش بيقولوا بقى حاجة غالية حاجة رخيصة، ودي من الأكلات اللي كانت بتتعمل في وسط الأسبوع. يلا بقى كده هننزل برشة من الكمون بالشكل ده. واوعدك ان انتي هتاكلي اكلة لو انتي ما تعرفيهاش ولا عمرك سمعتي عنها. اكلة، بس اكلة حكاية. هتفتكري كده ايام جميلة لو انتي كنتي بتاكليها وانتي صغيرة من مامتك من جدتك. وانزلي كده بمية سخنة بتغلي وبمكعب ماجي. ايوه كده. مش عايزة مكعب الماجي تنزلي بيه، ولو عندك شوربة متاحة يا سلام، انزلي بيها بدل المية، ومكعب مرقة الدجاج. هتبقى معاكي حاجة كده يعني مش عايزة اقولك على جمالها وحلاوتها، هتبقى طعمها انتي بقى تحكمي. هنغطيها ونسيبها تغلي شوية بالشكل ده. يلا بقى تعالي هننزل بالملح بتاعنا وهنسيبها تكمل سوا. ولما تدخل معانا على سوا هنكون مجهزين نص كوباية رز. هنغسلها كويس ونصفيها وهننزل بيه على الفول بتاعنا. بس في الأول تبقى ايديكي كده على طول في الفول وتقلبي فيه بالشكل ده. اهو استوى معانا وبقى زي الفل. فاضل له حاجات بسيطة في الوقت ده. زي ما بقولك كده هتكوني مجهزة نص كوباية الرز وغسلاها ومصفياها، وهتنزلي على طول على الفول. يا سلام على الروايح. بجد أكلة كان نفسي أكلها من زمان. بجد والله العظيم الأكلة دي أنا عايزة أقول لكم ما أكلتهاش من وأنا عندي 10-12 سنة، بس افتكرتها وافتكرت ريحتها، وزي ما أمي الله يرحمها كانت بتعملها أنا عملتها بالظبط. يلا بقى كده قلبي وغطي بقى وسيبي الرز يستوي كده مع الفول. مش هتاخد وقت معاكي وهيستوي وهيبقى زي الفل. أيوة كده. بصي ابتدت الصلصة تتقل معانا بالشكل ده وكده استوى. هنجهز الطبق بتاعنا
اللي هنغرف فيه. وطبعا في الوقت ده تقدري تعملي أي مخللات جنبها، بتنجان مخلل، لفت، زيتون، خيار، أي حاجة انت عاوزاها وأي حاجة انت حباها. أكلة حلوة خفيفة وجميلة ومش مكلفة، وإن شاء الله هتعجبكم. جربوها وقولي لي رأيكم، بس ما تنسوش اللايك والشير عشان بيساعد على الفيديو انه يترفع وتبقى عليه مشاهدات كتير وغيركم يستفيد. أشوفكم على خير في وصفة جديدة وأكلة جديدة. ما تنسوش بسوه في اللايك والشير. حبايبي ربنا يسعدكم ويسعد أيامكم، وما تنسيش تاكليها بالعيش عشان هتعجبك قوي. يلا سلام عليكم.